السلام عليكم اعزائي المشاهدين، والدردشه حول فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 101-97 وتصدر جدول الدوري العام لكرة السلة. طبعا انا عاوز اتكلم في الشق الاول عن المباراة وبعدين اتكلم بشكل عام عن الزمالك. عاوز اقول ان في فرق بتحط خططها على لعيبه عندها، زي فكره مثلا ان الاهلي يبني خطه بعمر طارق ويبني خطط وتكتيكات من غير عمر طارق وهكذا، وفي جزء بيعتمد على البيك اند رول مثلا مع لعيبه عندهم زي ايهاب امين او دوله في الاتحاد او عمرو الجندي. وفيه الزمالك اللي فرقته مش مبنيه على نجم واحد قادر يتبني عليه خطه، لا، هو عنده عمق اسكواد المدرب الصح اللي ينوع لعبه عليهم ويستغل امكانياتهم. فاهلا بكم مع جمعيه سيجورا. قبل البدايه طبعا ما تنساش تعمل اشتراك سواء انت في القناه او لو انت على صفحه الفيسبوك، اعمل فولو ومتابعه وشير للحلقه. من الواضح كده ان المدرب فهم ان السكواد مستوياته متقاربه، مع وجود طبعا فوارق لصالح خالد عبد الناصر ومهاب ياسر. بالتالي الزمالك كان قادر ينوع لعبه على مدار المباراة، سواء مثلا بيك اند رول مع وجود ثلاثة اوت على الكوس، او قدر ان هو يلعب باتنين بيفوت في وجود خالد عبد الناصر واحمد اسماعيل، ويبني لعب سواء ليهم ان الكرة توصل لهم او توصل لواحد قطر زي مهاب ياسر بيخترق. الزمالك طبق فلسفة سيجورا ان مفيش حد صنم ليه مكان ثابت او مجرد بندور الكوره زي ما كنا بنعمل علشان نشوط ثلاثيه، لا، احنا بنسلم الكوره في ناحيه وبنتحرك بدون كرة في ناحية تانية علشان نسهل عملية التسجيل وعلشان نخلق المساحات الصح للعيبة الصح اللي تخترق منها وتسجل. احنا سجلنا من الكورنر وسجلنا من مقدمة الكوس اللي هي التوب كي، وسجلنا من اختراق من الكورنر وسجلنا من اختراق من الجناح. قدرنا نعمل دبل سكرين لمهاب ياسر وخالد عبد الناصر في تطبيق تكتيك الهورنز اللي هو القرون 1-2-2، وسجلنا من خلالها. وقدرنا نعمل الروتيشن ما بين ال 12 لعيب، نستغل محمد ايمن، نستغل محمد ابراهيم، نستغل احمد اسماعيل وخالد عبد الناصر ومعاذ ايمن ومهاب ياسر واحمد عزب وعمر عزب ويونس وهكذا. فبالتالي هجوميا الزمالك كان قادر ان هو يسجل من طرق معينه وطرق كتيره. من اسباب تسجيلنا ال 101 هجوميا ان احنا اولا حررنا اللعيبه من مركزيتها وخليناهم تحركاتهم كلها لا مركزيه. وتاني حاجه ان احنا نجحنا في الاوفنس ريباوند. عزيزي، احنا ما كناش جيدين في الثلاثيات وضيعنا كتير، لكن في المقابل احنا قدرنا ناخد اوفنس ريباوند برغم ان الاطوال عند الاتحاد في وجود انس اسامه وهيثم كمال، لكن انت اللي كنت قادر تاخد الاوفنس ريباوند وتسجل عن طريق لعيبتك. ودي الحميه اللي كانت موجوده عند لعيبه الزمالك، انت كان عندك ثقه فقدرت ترجع على مدار المباراه. اما على مستوى الدفاع فالفريق قدامه تحدي كبير انه يتقن دفاع المان تو مان. احنا مش عايزين نتقن مجرد الزون، احنا مش معانا انس اسامه، احنا عاوزين نتقن دفاع المان. واحنا لو اتقنا دفاع المان تو مان، احنا على مستوى المباريات اللي جايه كلها هنبقى جامدين قوي. لان احنا في الاول وفي الاخر احنا لعبنا حاولنا نلعب المان تو مان، لكن احنا لسه في البدايه، دخل فينا 97 نقطه وده رقم كبير مش سهل، مع ان يعني اغلبه ثلاثيات مش هقدر انكر، لكنه برضه مسجل فينا كتير. فان الفرقه لو اتقنت دفاع المان على مدار المباريات اللي جايه، ده التحدي الكبير للعيبه، وده اللي هيثبت ان احنا فريق كويس. اللعيبه لازم تضحي، احنا ما عندناش لاعب واحد نعتمد ان هو موجود في الدفاع. تعرف بالظبط، امثل لكم بمثال زي وجود ديفيز في الليكرز، وديفيز لما اتعمل له تريد والليكرز الحالي، فكره ان هو انت كنت معتمد على وجود ديفيز، احنا كنا معتمدين مثلا على وجود انس اسامه، فانت بتدافع عن طريق وجود الشخص ده. انما حاليا احنا مجبرين ندافع كلنا ككتله واحده ونضحي كلنا لصالح الفريق علشان نقدر نكسب. وطبعا اهم دفاع هو دفاع المان تو مان، فاتمنى ان اللعيبه تتقنه. عاوز اقول كمان ان الاتحاد السكندري لعب زون ديفنس، وطبعا ما كانش اجريسيف بصراحه، وفي الاجريسيف زون ديفنس اللي هو بيبقى فيه الضغط بطول الملعب. لكن الاتحاد السكندري يمكن عشان ده ماتش في دور ترتيبي فهو ما كانش اجريسيف قوي. لكن الزمالك لو موجود محترف يقدر يهد بيه دفاع طول الملعب من الاتحاد السكندري، ولو حتى لو كان دفاعهم اجريسيف مع تنوع لعبك الحالي تقدر تجاريهم، وتقدر تجاريهم يعني في سلسله البلاي اوفس. فعزيزي الزملكاوي، اخيرا انا مش جاي اقول لك غير ان الفريق ممكن يتبني عليه كويس، فلازم محترف علشان الفريق يقدر يظهر بالشكل الكويس قوي في البلاي اوفس. انت في البلاي اوفس الدفاعات بتبقى اجريسيف قوي، انت في البلاي اوفس بتبقى الامور متوتره لكل اللعيبه، فعشان تظهر بقوه لازم يكون الفريق فيها قياده، سواء على مستوى المدرب او حتى برضه على مستوى داخل الملعب ان يكون في لعيب محترف.
يقدر يقود الفريق والفريق حواليه يكون مطمن. علشان كده لازم يتم دعم الزمالك بمحترف، لازم يتم دعم الزمالك بمحترف، ومحترف يقدر يبني مع اللعيبه الموجوده في الزمالك حاليا، مثلا زي تومسون مثلا في الاهلي. تومسون ده مثالي للزمالك، الفريق يقدر يتبني حواليه كويس، تقدر تستغل امكانيات اللعيبه اللي حواليه سواء خالد عبد الناصر ومهاب ياسر وهكذا يعني. فنهايه انا عاوز اقول لك ان المباراه كانت كويسه بين الزمالك، انك بدات تفرض تكتيكات لعب كويسه لصالح اللعيبه، سواء اللي خصمك هيلعب المان تو مان او هيلعب الزون ديفenس، بدات تعمل تكتيكات وتحفظ لعيبتك عليها. بس علشان توصل لمرحله الكمال انت محتاج ان اللعيبه دي تضحي وتدافع مان تو مان كويس قوي، وما يبخلوش باي نقطه عرق لصالح الفريق. وتاني حاجه الاداره لازم تجيب محترف، لازم تجيب محترف كويس للفريق، لازم تجيب محترف كويس للفريق. يلا اشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. ما تنساش الاشتراك والقناه وتفعيل زر الجرس واي كلام حلو كده يا صاحبي. يلا سلام. النصر 3 ويسجل خالد